ام احمد سدر، عمري 25 سنة، عندي بنتين وولد، الكبيرة اسمها شيرين، الثاني احمد، والصغيرة سندس. انها 5 سنين. انا الي 5 سنين، بس جوزي له من حد ما انولد هون يعني. طبعا انا اشرف سدر، سكان تل رميدة. ببعد عن الحاجز اللي موجود عندنا تقريبا 20 متر. في 7/1/2008 الساعة 3:30 الصبح نزلنا من هون عشان اروح على المستشفى. طبعا تبعدش بحدود 300 متر المستشفى عن بيتنا، يعني 5 دقايق مشي بنكون واصلينها. فوصلنا عند المحسوم، وقفنا الجندي عشان ياخذ هوياتنا. اخذ الهوية، بقول لي استنى ممنوع تعدوا. انا كنت اصرخ مش قادرة اقول له من شان الله عدينا، فهو ما رد. بحكي له جوزي هذه حالة إنسانية ومش لازم توقفها عشان نروح على المستشفى. بحكي له أنت اسكت وما تتكلمش ولا كلمة. فزوجتي بتقول لي الولد قاعد بنزل، يعني بدها تولد. ضلينا تقريبا واقفين نص ساعة وهو ماسك الهويات مش راضي يعدينا. أنا آخر إشي ما قدرتش أتحمل، صرت أصرخ أقول له من شان الله عدينا، من شان الله عدينا. هو ما ردش علي. آخر إشي لما حسيت إني راح أولد، يعني تقريبا ولدت نص الولد هيك، لما بحكي له خلص ولدت مشان الله صرت أصرخ كتير كتير. هو قام زت الهويات وفتح لنا الباب لبحكي لنا عدوا. ما فتح الباب وبدنا نطلع اللي هي ارتمت سافت في الأرض. أنا ارتميت على الأرض على الرصيف عات. طبعا الجيران صحيوا على صريخها الساعة 3 الصبح، جابوا لنا حرامات وفرشة. بعد ما احنا كنا نستنى في الشارع، كنت قاعدة احكي لجوزي قبل ما تجي الاسعاف، كنت من شان الله انا مش سامعة صوت ابني، مش سامعة صوت اللي هو اللي ولدته، من شان الله مش سامعة، شكله ميت ابني. ومع جية الاسعاف له كان الولد تقريبا نازل، بقولوا خطر عليها انها تتحرك، فحمل الولد وشلحت جاكيتي لفيته فيه لانه الدنيا برد 3 تحت الصفر والارض كلها مية والأواعي معنا كلهم انتلوا مية. فيقول لي جوزي لا يعني لا قولي اشي تاني، يعني هذا غير هذا الكلام. اقول له والله اني مش سامعة صوته. صرت انا اعيط اقول لهم من شان الله يعني اعملوا لي اشي. طبعا كان لونه ازرق من شدة البرد. واخذوه وعودوا. اجى انا تقريبا قعدت اكثر من ربع ساعة، لما اجت الاسعاف اخذتني. ما حدش يتوقع يعني انه كان ممكن انه يعيش، لانه كان وضعه صعب. يعني انا كنت وانا قاعدة على الارض احكي لهم مشان الله شوفوا يعني ابني عايش ولا لا. قعد فترة، يعني انا طبعا وانا في لحظتها مش عارف شو بدي اسوي. ممنوع السيارات تدخل لعنا، حتى الاسعاف ممنوع تدخل لعنا. طبعا في هاي اللحظات اللي كنا احنا واقفين فيها، الجنود كانوا واقفين على الحاجز وبتفرجوا علينا. طبعا في جندي كان حتى يضحك علينا. قالوا لهم افحصوا ابني، خايفه يكون في اشي. يقولوا لا لسه عشان صغير ولسه اول يوم يعني كان شعوري بس انه اهم اشي ابني. وقعد بحدود 7 أشهر لا بسمع ولا بحكي، يعني ما بشوف ولا بسمع من مرة. وصرنا نسوي له علاج طبيعي. طبعا لحتى الآن بنتابع حالته عند الدكتور. الحمد لله اللي أحمد نجا من الموت، وكمان زوجتي أم أحمد نجت، لأنه كان البرد شديد جدا يومها. كنت أكتر إشي يعني إني خايف على ابني، مش يعني أنا مش مهتمة بحالي ولا بشي.